البحر إلى النهر لا درب الحسين يجمع الناس من البحر إلى النهر لا درب الحسين يجمع الناس. يقول: هل صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد خالف القرآن في حوالي 16 مسألة؟ يعني قضية أن يخالف علي رضي الله عنه القرآن ليس المقصود المخالفة اللي هي المتعمدة، لكن المقصود أنه أخطأ فهم الآية. بسم الله، اللهم صل على محمد وآله الأطهار. كما سمعتم، إن من يسمى بشيخ الإسلام عند السنة ابن تيمية كان يدعي أن الإمام علي عليه السلام قد أخطأ في تأويل القرآن في 16 مسألة، والعياذ بالله. وقد وافقه على ذلك شيخهم عثمان الخميس اليوم. ونحن سنثبت في هذا المقطع أن هذا الاتهام للإمام علي ليس له أساس سوى أنه نابع من بغضهم ونصبهم الشديد للإمام علي عليه السلام. وسنثبت أن الإمام علي أعلم أهل الأرض بعد الرسول بالتأويل من كتب السنة ولسان شيخهم عثمان الخميس نفسه، والذي طعن في علم الإمام علي للتو كما سمعتم في بداية هذا المقطع. استمعوا لي هذا الحديث الذي نقل في كتب السنة والذي فيه ردنا على هؤلاء النواصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. فقام أبو بكر وعمر فقال: لا، ولكنه خاصف النعل وعلي يخصف نعله. والآن استمعوا لتصحيح الحديث بلسان شيخهم عثمان الخميس نفسه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فاستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمر. قال أبو بكر: أنا هو؟ قال لا. قال عمر: أنا هو؟ قال لا، ولكن خاصف النعل يعني علي. قال أبو سعيد الخدري: فأتيناه فبشرناه فلم يرفع به رأسه كأنه قد كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أخرجه الحاكم في المستدرك الجزء الثالث صفحة 22 و100، وهذا إسناده حسن. هذا الحديث مقبول صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا قاتلت على تنزيله، أي قاتل الكفار على أصل القرآن، وعلي قاتل على تأويله على فهم القرآن. كما سمعتم، قال الرسول وفي أصح مصادر السنة أن الإمام علي يقاتل على تأويل القرآن الصحيح، وهذا لا يثبت إلا أن الإمام علي هو أعلم أهل الأرض بعد الرسول في فهم القرآن وتأويله. وهذا يبطل ادعاء ابن تيمية وشيخ السنة عثمان الخميس. عليهم ما يستحقون. أفيقاتل على تأويل وفهم القرآن شخص لم يفهم آياته 16 مرة يا وهابية؟ ننتظر جوابكم بالتعليقات. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قضية أن يخالف علي رضي الله عنه القرآن ليس المقصود المخالفة اللي هي المتعمدة، لكن المقصود أنه أخطأ فهم الآية. فهذا في الحقيقة هو ذم لعلي. تذم علي؟ لا تستطيع. كذب، العالمون يشهدون بكذبك، لأنه ما أثر أيها الإخوة لصحابي من الفضائل بالأسانيد الصحاح والجياد ما أثر لعلي بن أبي طالب، كما قال الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية وإسماعيل القاضي الجهضمي، معروف أكثر صحابي له فضائل ثابتة بالأسانيد الإمام علي. ذاك رجل فتش له أعداؤه عن نقيصة فلم يجده. يستحيل أن تجد لعلي شيء تتنقصه به، يستحيل. اقرأ سيرته، اقرأ تاريخه، شيء عجيب الرجل هذا، شيء عجيب هذا الرجل. لذلك النبي قال له: أنا منك وأنت مني.
وصح عن رسول الله أنه قال: لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني. من هو؟ علي.